ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. في النهارده انا هتكلم عن مرطب خطير 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 هينفع نستخدمه بعد المواعين ويرطب لنا ايدنا ويرجع لنا ايدنا كأن مفيش اي حاجه حصلت خالص خالص خالص. فمش طول عليكم غير بالمهندب. طيب المرطب اللحافة التحفة اللي انا هتكلم عنه النهارده هو للأسف خلص من عندي وانا لسه ما جبتش واحد تاني، ولكن احنا ما بنقفش على حاجة وعادي ممكن نحط صورته هنا اهو. طيب ايه هو ده؟ ده اختراع اختراع اختراع. اي حد جربه هيبقى فاهم انا ليه بقول عنه اختراع، لانه حقيقي تحفة في الترطيب. انتي بترطبي منه عادي ايدك ورجلك، وتاني يوم يعني خلاص احنا رطبنا ونمنا واليوم ده خلص، تاني يوم تحسي ان ملمس ايدك مش طبيعي في الترطيب، مش طبيعي، بيترطب 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 كده داخليا وخارجيا وكليا وجزئيا، فحرفيا هو تحفة. وايه هو ده بتاع لونا، ده حرفيا بجد مرطب مش خسارة فيه. هل هي طريقة استخدام معينة عشان أحس بالنتيجة بتاعته الوردي خالص؟ انتي آخر اليوم عادي بعد ما خلاص بقى إرهاق اليوم وتعب اليوم وبهدلت اليوم والدنيا تعبت واتبهدلت وحصل لها كل حاجة، حطي منه حتة. عايزة أقولك هو أقل حتة أصلا بتحسي بجد إن هو فعلا رطب إيدك من أقل حتة ممكن تحطيها. هنحط عادي حتة بالليل يمين وشمال وعلى اليمين، مفيش أي حاجة خالص. وننام. احنا بقى هنصحى الصبح هنتفاجئ من التحافة اللي هو عملها في ايدينا حرفيا بعد استمرار عليه مدة مش شرط كبيرة ومش صغيرة اكيد. هتحسي بجد ان فعلا جلدك بقى مترطب ترطيب كويس، وباين فيه ان هو فعلا مصروف عليه ومترطب، رغم ان هو مش هقدر اقول سعره علشان ده بيختلف من مكان للتاني، بس هو سعره مش غالي خالص. لان احنا الفترة دي او في السلسلة دي احنا بنتكلم عن بدايل حاجات غالية ولكن هي رخيصة وسعرها رخيص وبتدي نفس النتيجة اللي بتديها منتجات غالية كتير منقدرش نستخدمها. فده هيبقى بيتراوح في حدود 30 جنيه، من 30 ل40 على حسب بقى، 30 32 35، هو مش هيطلع عن 40 جنيه خالص. فحقيقي لازم نجرب بتاع الاختراع ده في الترطيب وهنتفاجئ قد ايه هو رهيب. انا خلاص الفيديو واشوفكم فيديو تاني وجديد.